طول عمري صاحب قرار. لما جيت مصر سنة 42 اشتغلت في ام الغلام. سنة 49 خدت قرار ان انا اسيب المحل الصغير اللي ببيع فيه قطاعي عشان اشتغل تجارة جملة. خدت القرار على ان انا اخد توكيل توشيبا. سنة 74 خدت قرار ان انا اسافر اليابان عشان اخد توكيل توشيبا من اليابان. بس كل ده بتوفيق من الله. تخيل تبدأ من ولا حاجة، من مصطبة قدام بيت في قرية بسيطة، وتبني إمبراطورية اسمها مجموعة العرب، توصل منتجاتها لأكتر من 22 دولة حوالين العالم. إزاي طفل كان بيبيع لعب في العيد بقى واحد من أعظم رجال الصناعة في مصر؟ إزاي حول الحلم الحقيقة؟ تعالوا نعرف مع بعض الحكاية اللي ورا اسم محمود العربي، الحكاية اللي بدأت من التراب ووصلت للسحاب. سنة 1932 اتولد طفل بسيط في قرية اسمها أبو رقبة تبع مركز أشمون بمحافظة المنوفية. الولد ده اتولد في بيت بسيط، أبوه كان مزارع بس مش بيزرع في أرضه، لأ ده كان شغال في أرض غيره علشان يلاقي لقمة العيش ليه ولعياله. الولد ده كان اسمه محمود العربي، ومن أول ما فتح عينيه على الدنيا وهو شايف أبوه بيتعب وبيشقى وبيجري علشان يأكله. ومن وهو عنده 3 سنين أبوه أخده ووداه الكتاب زي ما كان العرف في وقتها، واتعلم هناك القرآن الكريم وحفظه، وكان طفل مؤدب ومحبوب في البلد كلها. بس الحياة ما كانتش سهلة، الظروف الاقتصادية كانت صعبة وأبوه ما قدرش يدخله مدارس، عشان كده محمود العربي كبر من غير تعليم رسمي. لكن سبحان الله ربنا بيعوض الإنسان بعقل وفطرة، وكان وهو طفل ذكي جدا وعنده حب فطري للتجارة. بدأت تظهر عليه علامات الشطارة وهو لسه طفل صغير. في الأعياد كان يجيب شوية لعب أطفال بسيطة ويقعد يبيعهم قدام بيتهم على المسطرة. ما كانش بيلعب زي باقي الأطفال، ده كان بيحسبها، يعرف يشتري بكام وبيبيع بكام، وكان دايما يحوش المكسب ويدي الأصل والمكسب لأخوه غير الشقيق اللي كان شايف فيه مشروع تاجر ناجح. لما اخوه شاف فيه الحماس ده قال له يلا يا حوده، انت مكانك مش هنا، انت لازم تروح القاهره. وفعلا اخده وسافر بيه القاهره، وهناك كانت البدايه الحقيقيه. في قلب الموسكي شارع التجاره اللي بيتعلم فيه الناس ازاي يبيعوا ويشتروا. بدأ محمود العربي يشتغل بياع في المحلات، يتنقل من محل لمحل، يتعلم من الكبير والصغير، يتفرج على كل حركه وكل تفصيله، وبدأ يحوش قرش على قرش. ومرت الايام وجات له فرصه انه يفتح محل صغير مع شريك ليه، ومن هنا اتغيرت حياته. اتحول من مجرد بياع بسيط لصاحب محل، صاحب بيزنس، لكن لسه في الاول خالص. محمود العربي كان دايما مختلف، مش بيفكر في المكسب وبس، لا كان دايما بيقول الفلوس دي رزق من ربنا وليها حق لازم يروح للناس الغلابه، ويقول المال مش هو الهدف، الهدف انك تفتح بيوت الناس. فضل يتوسع شويه بشويه، من محل صغير في الموسكي بدأ يفتح فروع تانية في اماكن مختلفه زي جزيره بدران في شبرا، وراح بورسعيد كمان. وبعدين بدأ يفكر ليه افضل طول عمري تاجر، ليه ما كنش صانع، ليه ما اعملش منتج بايد مصريين. ومن هنا بدأ الحلم الأكبر، بدأ يفكر في الصناعة، إزاي ينقل شغله من بيع الأجهزة لصناعتها في مصر بإيد المصريين. بدأ يبني مصانع في بنها، وبعد كده توسع أكتر في المنطقة الصناعية في وسنا في المنوفية. محمود العربي ما كانش بيمشي لوحده، كان دايما معاه رجالة من أهل الثقة، وكان دايما شايف إن أخوه الحاج محمد العربي هو دراعه اليمين. وفي سنة 1975 محمود العربي سافر اليابان، وهناك شاف مصانع توشيبا وشاف التطور وشاف المنتجات اللي كان بيبيعها في مصر. وراح لمصنعي توشيبا وقال لهم ليه ما تجوش تبنوا مصنع عندنا في مصر، السوق المصري محتاج ده وانا عندي ارض جاهزه. وفعلا بعتوا خبراء من اليابان، شافوا الارض اللي كانت على طريق مصر اسكندريه الزراعي ووافقوا، ومن هنا قام اول مصنع لمجموعه العربي في مصر. والحاج محمود العربي ما وقفش عند كده، ده في سنه 1982 بنى مجمع صناعي كبير في بنها، وابتدت العجله تدور بسرعه. كبرت الشركه وبقت مش بس وكيل توشيبا، لا ده كمان بقى وكيل لعلامات يابانيه تانية كبيره زي سوني وهيتاشي وان اي سي. بقى عنده اكتر من 400 منتج وشبكة توزيع ضخمة بتوصل لاكتر من 2800 مركز بيع، وكمان عمل 180 مركز لخدمات ما بعد البيع في مصر. النجاح ده كله خلاه في يوم من الايام يدخل المعترك السياسي لما محافظ القاهرة طلب منه يترشح لمجلس الشعب، وفعلا دخل المجلس كنائب. لكن محمود العربي كان راجل بتاع مصانع، راجل بتاع تجارة، مالوش في السياسة، فقرر ما يكملش في السياسة ورجع للي بيحبه، الشغل والصناعة. وفي سنة 2009 ربنا كرمه بتكريم كبير جدا من الإمبراطور الياباني، منحه وسام الشمس المشرقة، وده من أرفع الأوسمة في اليابان. والوسام سلمه له وزير الخارجية الياباني وقتها تقديرا لدوره العظيم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان. فضل محمود العربي شغال لحد آخر يوم في عمره، ما كانش يعرف كلمة كفاية، كان دايما بيصحى بدري ويروح شغله بنفسه ويتابع ويقف جنب العمال، وكان كل يوم بيسعى انه يفتح بيوت ناس اكتر. وفي يوم الخميس 9 سبتمبر 2021 اتوفى محمود العربي عن عمر 89 سنة، وساب وراه امبراطورية اقتصادية وبيوت مفتوحة، وساب سيرة حلوة بين الناس اللي حبته واحترمته. محمود العربي ابن الفلاح البسيط اللي بدأ من لا شيء وحقق كل شيء، واللي عاش للناس ومات وهو في قلوبهم. وفي الآخر محمود العربي ما كانش مجرد تاجر ولا صانع، ده كان مدرسة في الأخلاق وقدوة في النجاح. ساب وراه مش بس مصانع ومنتجات، لأ ساب وراه حب الناس،
وساب سيرته الحلوة اللي لسه ماشية على لسان الكبير والصغير. علمنا إن النجاح الحقيقي مش بس في المكسب، النجاح الحقيقي إنك تفتح بيوت وتبني أمل وتسيب بصمة ما بتموتش. ودي حكاية محمود العربي، الراجل اللي بدأ من تحت الصفر وفضل اسمه فوق السطر. ولو عجبتك الحكاية ما تنساش تدعمنا، دوس لايك واشترك في القناة وشارك الفيديو مع أصحابك علشان الحكاية دي لازم الناس تشوفها. واستنوني في أصل الحكاية، لسه عندنا حكايات كتير مستنيين نحكيها مع بعض.